قناة سارة للطبخ. اليوم جيتكم بهذا الطبق رمضاني وطبق المناسبات والأعراس، اللي هو طاجين زيتون بربع صدر دجاج. يجي يشهي، يجي اقتصادي ومن طوب بنين بزاف بزاف. ننصحكم تكملوا الفيديو حتى الاخر تشوفوا باهي كيفاش درتها. دونك باش تشوفوا كامل طريقة التحضير واش درت لها كامل، ما عليكم غير تكملوا المشاهدة حتى الاخر. الى عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايكات والتعليقات ومشاركة الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. والى عجبكم اللي ماشي مشاركين ما عليكم غير ضغطوا على زر المشاركة وتفعيل جرس الانتباه باش يوصلكم الجديد تاعي. نبدا الوصفة تاعنا على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الوصفة تاعنا بسم الله. دونك هنا في قدرة شوفوا، ولا في طنجرة ولا في ان كاسرول، درت شوية تاع الزيت ندير عليها هذاك ربع تاع الدجاج تاع صدر الدجاج هاوليك، ميم با قد يدي. شوفوا نديروه ياخذ هذيك الصدمة تاع الزيت. بعد ما تقلى لي شويه خديت هكذا حبه تاع بصل تكون صغيره ورحيتها في الرحايه هذيك الصغيره. خلاص الا عندكم لاشوا ديروها في لاشوا. شوفوا نكمل نقلي شويه هنا باش لاصوص تاعكم تجي عاقده. نزيد عليها دونك واش نزيد الزيتون. هذاك الزيتون كنت غليته 3 خطرات في الماء. اشاك فوا نحيلو هذاك الماء نرميه. المره الرابعه واش درت له شويه تاع السكر ودرت له شويه تاع الروند ولا في دو لوغيي هايليك ولا ورق الغار، وخليتها حتى كملت كامل. زاد طاب هذاك الزيتون مع هذاك السكر وهذاك الروند. دونك هنا حبيت نقلي هذا الزيتون تاعي كي تقلى يجي بنين ويشرب كامل هذيك البنه تاع هاد لي زانغريديون ولا هاد المواد. عليها 2 سنينات تاع الثوم توجور في الرقيق. السنينات هذوك تاع الثوم جاو شويه كبار، دونك اللي عندهم صغار يديروا 3 ولا 4. نخلي كامل على غرضي هكذا. نزيد عليها حبيبه ولا 2 تاع الجزر ولا زروديه لا كاروت هكذا. دونك هنا الزروديه تمدلها ذوق يكون فيه شويه تاع السكر سيرتو الى الجزر تاعكم فيه هذاك الذوق، و ان ميم طون مغذي. ان ميم طون يزيد الى سورتو الى عندكم كميه من الزيتون تكون قليله، دونك هذه تعاون في الوصفه. دونك بيان سور على حساب افراد العائله وعلى حساب المقدور تاعكم. نخلطوا كامل قد ما يتقلى قد ما يتحمر هكذا قد ما تجي لاصوص تاعو بنينه. دونك نكمل القليه نتاعي تاع هاد المواد كامل في بعضهم. بعد ما تقلى لي مليح واش نبدا ندير هنا التوابل. واش التوابل رايحه نديرهم؟ ندير شويه تاع الزنجبيل ما نكثرش بزاف. ندير شويه تاع الكركم هذا راح يمدلو واحد اللون لهذا الطبق يجي شباب ماشي ابيض هكذا، يجي فاد يجي هكذا لا كولور تاعو شويه صفراء. هنا شويه تاع راس الحانوت. اللي يحبوا يديروا فلفل اسود ديروا فلفل اسود. انا ما نديروش لدواعي صحيه، عندنا بروبليم تاع ولا مشكل تاع المعده. نزيد شويه تاع القرفه ليجيرمون برك هكذا. القرفه تمدلو واحد هو رائع. كمل نخلط كامل هاد التوابل هكذا. دوك هنا ما نديرلوش الملح علاه باسكو راح ندير لها وحده من مرق الدجاج. ندير وحده تاع مرق الدجاج. دونك على بالكم هاد المرق تجي مالح. دونك هنا انايا الزيتون تاعي ما فيهش الملح، نحيت له كامل هذاك الملح. دونك نشوفوا من بعد كي نمرق نشوف الى هاد المرق
هذا المكعب يكفيني، ولا نزيد له شويه تاع الملح، والملح يبقى على حسب الاختيار والذوق. دونك اللي ما يحبوش كامل الملح يديروا نص مكعب الدجاج. اون اتوندون يشوفوا الملقه تاعهم كيفاش، ومن بعد هكذا نبدا نمرق بالماء يكون سخون. هكذا ونخليه يطيب على خاطره، ما نكثرش فيه الماء. على بالكم هنا ما كاش حاجه اللي تشرب الماء، دونك خليو برك لو طون هذيك الزروديه طيب، وهذاك البولي كيف او الدجاج يطيبوا. على بالكم الدجاج يطيب بالخف. بعد ما طاب لي هذاك اللحم، شوفوا انا كنت درت بطاطا قليتها هكذا، درتها شرائح، درتها هكذا قيس 3 ملم تاع ليبيسور تاعها، 3 ملم في الارتفاع تاعها هكذا. وهذاك اللحم راني شوفوا خليته حتى برد شويه وقطعته هكذا. دوك نديرو في لاشوا ولا في الرحايه نرحيه حتى يولي بلون تاع البولي ولا بيض الدجاج مرحي. هاوليك الدجاج تاعنا، دونك هذاك النصف ربع الصدر تاع الدجاج بعد ما رحيته، شوفوا حيتو بلا شوا. هنا شويه تاع المعدنوس، هنا عندي 2 حبيبات تاع الجبن المثلث، نزيدو عليه شويه دونك بيضه. دونك نديرو على حسب واش تسحق هاد الوصفه، دونك باش ما تجيناش جاريه مليح. شوفوا بسم الله هكذا، نخليو الاصفر ما نديروهش ونحركو كامل هكذا. الا حبيتو تزيدوا له شويه تاع الملح ولا التوابل ديروه، انا ما ندير لهاش. علاش؟ باسكو ديجا هاد اللحم طاب كامل في هذوك التوابل اللي كنت درتهم من قبل داخل الطنجره تاعي مع هذاك طاجين. نزيد له شويه تاع البياض باسكو ما درتوش كامل. دونك الا سحق ندير له الصفار هذاك نديره له، بصح انا هي الكميه صغيره بزاف دونك ما تسحقش هذاك الصفار. كما نخلط كامل ندير له شويه تاع كركم باش يجي اللون تاعو شويه اصفر. نديرو هكذا على هكذا، دونك نكورو كامل ونابلاطيه شويه على حسب الشكل تاع البطاطا اللي قليناها هكذا. من بعد نديروها في مقله تكون فيها شويه تاع الزيت ونحمروهم. دوك نشوفوا كيفاش المقله تاعي درت فيها شويه تاع الزيت. دونك نرفد هذوك هكذا ونديرها من كامل الكميه، نعاود نولي دائما هكذا وفي غير مزور. الا جيتكم تلصقوا ولا ديروا شويه تاع زيت في يديكم، تحرقوا لي شويه. نوطي على نقص الماء شويه. انا على جال التصوير راني حرقتهم، نتوما ما تحرقوهمش. كمل كامل الطبق تاعنا بعد ما كملناه وزيناه كامل. وشوفوا هذاك الصوص كيفاش جا خاطر. شوفوا ما درنالوش ني لا فارين ني نشا او دقيق الذره باش تجي خاطره. جات خاطره غير بهذيك البصله اللي درناها مرحيه بالرقيق مليح، بلاغه بهذيك رقيقه مليح. ولا الا عندكم اشوا ولا شواه مليح. شوفوا جا صدقوني طبق هايل وشوفوا شحال خرجوا من حبه. دونك اقتصادي. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم، نتمنى تجربوها. دونك طبق تاع مناسبه تاع رمضان. دونك ما عليكم غير تجربوه. تركم في رعايه الله، والصلاه والسلام على رسول الله.